بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. ده أول سورة آل عمران على فكرة عشان الناس تعرف يعني. دايما اجعل لسانك رطب بذكر الله. الحقيقة أنا ببشر النهاردة عائلة بنبقادن وخاصة الأسماء الآتية. الأسماء الآتية: بنبقادن الأهلي وليدة عباس باشا الأول، حكمت المحكمة بثبوت استحقاق المدعين في شجرة الواقفين ونسبهم إلى بنبقادن وليدة عباس باشا الأول بعد معركة دامية وشرسة مع الخبراء ومع وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف ومع المحكمة ذاتها. حصلنا على حكم تاريخي بتاريخ امبارح 27/7/2025 في القضية رقم، ولا بلاش رقم عشان الناس المهم 80 لسنة، القضية رقم 100 لسنة 24. بعد ما كنا رفعنا القضية دي وكانت واخدة رقم 1036 لسنة 2021، القضية اترفضت، ما يقسناش. دي القضية الأولانية، حكمت المحكمة برفض الدعوة بحالتها، ما سكتناش، رفعنا دعوة تانية. جه الخبير أودع تقريره أهو بثبوت نسب المدعين في وقف بنبقادن. قال الخبير ان المدعين النتيجة النهائية هم ورثة ويستحقون كل الأعيان بنبقادن البيضاء الشركسية معتوقة المرحوم أحمد طوسن والدة المرحوم عباس باشا الأول ولي مصر. إثبات انتسابهم في وقف عباس باشا. ده تقرير الخبير. جات المحكمة لما جه تقرير الخبير اتعرض عليها قالت لا استنى، وزارة الأوقاف قدمت مذكرة وقالت لا ده هم رفعوا دعوة قبل كده وخسروها. أيوه ما خسرناهاش. في فرق بين رفض الدعوة وبين رفض الدعوة بحالتها. دي بحالتها دي يعني الأوراق غير كاملة، كملنا لك الورق وجبناه، وبعد مساجلات ومناقشات ومعارك وعدم صبر أصحاب الوقف علينا كمحامين، انتصرنا أمس. رفع الله رايتنا وراية الحق، وحكمت المحكمة إن كل من أحمد عادل عبد المجيد عبد الحميد شافعي، وإيناس عادل عبد الحميد شافعي، وهاني عادل عبد الحميد شافعي، وليلى صالح إبراهيم سعيد، وزكية عبد الرحمن يوسف إبراهيم وآخرين هم ورثة ومستحق وقف بنبقادن وليدة عباس باشا الأول. وبموجب هذا الحكم احنا أصبحنا على حافة استلام قصر هدى شعراوي بالمنيل على كورنيش النيل اللي قيمته حوالي 400 مليون جنيه، غير مئات الأفدنة والأراضي، ثروة تقدر ب 700-800 مليون جنيه وأكثر حسب معلوماتي. وأنا قلت في فيديوهات قبل كده ان هذا العام هو عام يغاص فيه الناس وفيه يعصرون، والحمد لله انتصرنا انتصار غير عادي، انتصار غير عادي في القضيه دي. مبروك لورثة بنبقادن، وانا بدعو الاسره اللي ذكرت اسمائهم للحضور لمكتبي يوم السبت للبحث في مرحله التنفيذ باذن الله ومرحله استلام الاراضي والاعيان. مبروك عليهم، النهارده يوم عظيم، يوم غير عادي، الف مبروك. دي حاجة. الحاجة التانية، في بعض القضايا كانت عندي ما كنتش رفعتها، قعدتها في المحكمة فترة، يعني فضلت صابر لحد ما اشوف دايرة مناسبة عشان عايز اتفادى الاخطار اللي بتحصل دي والاحكام اللي بتترفض دي. اللي هقول عليهم دلوقتي دول جلساتهم يوم 12/9 يوم، ويجوا المكتب او يبعتوا لي مندوب ياخد صورة من الدعوة، صورة مختومة. يوم 14/9 القضية المرفوعة من نيفين إبراهيم مسعود عباس مرسي
وطارق الدكتور طارق مرسي، محمد محمود عباس وعباس موسى واخرين، وقف ابراهيم عبد المغربي الشهير بيتر بان، تحدد ليه جلسه 14/9. نفيد بصوره من الدعوه، صوره رسميه. ده واحد. القضية المرفوعة من ورثة عبد الهادي الجوهري وعبد الفتاح الجوهري والمعالي الجوهري من شيرين محمد إبراهيم إسماعيل الجوهري وآخرين، عددهم كبير جدا حوالي 69 واحد. تحدد، وأنا كلمت شيرين امبارح في اسكندرية، تحدد ليهم 14/9. القضية المرفوعة في وقف أمون إبراهيم السقعان، علي زكي الطويل ومي وآخرين، تحدد ليهم جلسة 14/9. القضية المرفوعة من ورثة زينب خاتون الزميل المحامي محمد مجدي السيد عمر محمد العيادي وآخرين، تحدد ليهم جلسة 14/9. التباس عادة نصر. القضية المرفوعة من صالح عماد الدين عبد الحميد مصطفى، تحدد في الالتماس إعادة النظر جلسة بعد بكرة، هتنظر بعد بكرة في محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية دمياط، وأرجو من الأستاذ عماد يرسل مبلغ 2100 جنيه رسوم الالتماس ده، ويجي ياخد صورة من الالتماس. القضية المرفوعة فادية عبد الكريم إبراهيم ووائل عزت حنفي ودينا عزت حنفي وآخرين، وقف إبراهيم أفندي سليم. الناس دول محترمين جدا وخدنا لهم حكم قبل كده واتلغى، بس هنرجع إن شاء الله ناخد حكم تاني. جلسة 20/8. أمال عز الدين عبد العزيز محمد ونبيل مش عارف مين وكذا ومروه عز الدين واخرين، وقف السادة العلنية، جلسة 31/8. القضية المرفوعة من إيمان صبحي عبد الفتاح جودة واخرين، في وقف حسن جودة الشبوكش واخرين، جلسة 18/8. القضية المرفوعة من عز الدين فوزي محمد وطارق فوزي محمد واخرين، وقف مصطفى اغا عبد الرحيم قزران السعاده العظمى 14/8. ماجدة حسين الفولي، جلسه 25/8. ماجدة ومديحه وكريم. القضيه المرفوعه حسن كتغدة الشعراني، ماجدة وكمال وامال وفوزيه وطارق ومروه وجمال ومنى وخميس. كان في واحده اسمها ليلى ما ذكرتش وشوف لي حكمه والدرجة. جلسة 11/8. القضية الالتماس إعادة نظر عزيزة أحمد يوسف وآخرين، تأجلت إداري لأنها كانت يوم خميس أجازة رسمية، هنعرف الميعاد. حسام عبد العزيز غندورة سعودي الجنسية، وقف مصطفى الصياد، جلسة 13/8. هايدي حسام حامد وصفاء محمد العدلي واخرين، وقف اليزجي، جلستهم يوم 17/8. محمد باشا حافظ القرملي نور الشريف واخرين، جلستهم 16/8. علاء احمد عبد العال، وقف احمد اغا خميش واخرين، جلستهم يوم 18/8. ده بالنسبه للجلسات الجديده. بالنسبه بقى للتقارير، ورد الينا تقرير في وقف ورثه مدلله. ورثه مين؟ مدلله. الخبير ورد، ممكن يجوا يطلعوا عليه، موجود عندي. وورد برضه تقرير اتأجلت القضيه ل 14/9 بتاعت ورثة مدللة. الأستاذ وليد المحامي تقريبا اللي بيجي لنا، ولا مين؟ في زميل محامي معانا نتصل بيه. ورثة محمد بيك معجون، التقرير ورد ويجي يطلع حضرة العمدة بس يجي يطلع عليه.
وهم عليهم بعض المصروفات برضه يجيبوها عشان نقدر نكفي، يعني نقدر نواصل عملنا. التقرير ورد يجي يطلعوا عليه. محمد بيك معجون. الاستاذ اشرف ابو شال التقرير بتاعه ورد وانا هتصل بيه واطلعوا عليه. ريهام سليمان محمد سلامه الشرباجي وقف مصطفى خليل جرباجي التقرير ورد وانا هكلمها عشان تيجي تطلع عليه. امال السيد محمد سلام التقرير ورد يتصلوا بيه عشان يطلعوا عليه. مدلله متولي السداوي قلنا. في بعض قضايا تاني عملنا استئناف ليها، وعلى اللي يسمع اسمه يتصل بيه عشان رسوم الاستئناف، لانه مطلوب مننا مبالغ ماليه كتيره مش هنقدر احنا ندفعها. القضيه المرفوعه من رمضان عبد الله عثمان غنيم شرف وصابر عبد الله عثمان غنيم. عملنا استئناف وحاليا موجود، هنقدمه بكره عشان نرسم عليهم وندفع. دول يتصلوا بيا ضروري عشان اقول لهم الرسوم كام ويحولها لي في نفس اليوم، عشان ده الحكم ده صدر يوم 29/6 وفاضل له ايام وينتهي. برضه القضيه المرفوعه من نادر نبيل محمد البدوي وغاده نبيل محمد البدوي اللي هو وقف اسمه وقف ايه ده؟ خلاص يتصلوا بيا عشان اقول لهم رسوم الاستئناف. القضيه دي بتاعتي. ميت اسم غادة محمود أحمد إسماعيل، دول 100 اسم. الحاج ريهام عبد الجواد. الوقف ده يتصلوا بيه عشان اقول لهم لحد ما نعرف اسمه. انصاف السيد محمد علي وايهاب السيد واخرين من بورسعيد تتصل بيه عشان اقول لها الرسوم المطلوبه كام. منى عبد الله عز الدين فريد الجندي والحسين محمد اسماعيل. الوقف ده السك. اتصلوا بيا اقول لهم. نادي عبد التواب شالق واخرين. نادي عبد التواب في وقف اسماعيل شالق واخرين. الحكم وصل، وطبعا القضيه دي تقدم فيها مستندات كثيره جدا جدا جدا. اكتر قضيه ادينا فيها مستندات اصليه. القضيه دي محترمه، المفروض القاضي يحكم. مش عارف رفض الدعوه ليه، واحنا عملنا استئناف، فارجو منهم التواصل معانا عشان رسوم الاستئناف. عاصم فؤاد سعيد وقف جميليان واخرين يتصل بينا عشان نقول له ايه رسوم الاستئناف. جمال نعيم درويش الغرواوي بشير اغا دار السعاده اتصل بيا عشان اقول له رسوم الاستئناف. وفاء محمد احمد المهدي واخرين برضه اتصلوا بيا. القاضي اخطا في الحكم ده خطا جسيم. دي المعلومات اللي عندي. وبعدين في حكم تاني بس ده مش اوقاف. حكمت المحكمه ده بالزام شركه اسمنت اسمها شركه ايه؟ لافارج. اسمه الشخص اللي هو استاذ سامح بشري. استاذ سامح بشري اتصل بينا، صدر لك حكم بالزام الشركه بدفع 150,000 والحكم واجب النفاذ. هنستلم الصيغه التنفيذيه الاسبوع الجاي. اتصل بينا عشان عايزين رسوم استخراج الصيغه التنفيذيه وهننفذ لك الحكم. تيجي تستلم الشيك بعد حوالي شهر من الان او شهرين من الان، او تجيب لنا رقم حساب في بنك معتمد عشان تتحط لك الفلوس في حسابك في البنك. مبروك عليه، واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وكل سمع اسمه يتصل بينا ويتواصل معنا للاهميه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.